اهلا وسهلا متابعين الاعزاء. طبعا احنا طالعين من عيد وكلنا متبقي عندنا يعني باقي الرقاق الناشف الابيض ده. فالنهارده هنعمله حلو. انا كان عندي شويه كده متبقيين، فغليت لبن، ده لبن مغلي، واخدت الرقاق كده وبدات اسقيه طبقه طبقه، وما بين كل طبقه دهنة سمنه. وبعد كده كان عندي فول سوداني جرشته، ومعايا جوز هند وزبيب، وطبعا رشيت طبقة في الوسط كده بالشكل ده. وبعد كده بدأت طبعا أصف كمان رق تاني. طبعا مليت الصينية بالشكل ده. وبعد كده كبيت فوقيهم شوية لبن متبقيين عشان يطروا شوية. سخنت الفرن على درجة حرارة 200، واديتهم ورقة فانيليا بالشكل ده مع شوية اللبن، ودخلوا الفرن. وطبعا كانت قرمشة جامدة من فوق وطراوة من جوه. حاجة سهلة وفي بيتنا وموجودة، وما كلفتنيش كتير بصراحة، وكانت حاجة حلوة برضو في نفس الوقت، وكانت بالشكل الجميل ده. طبعا مقرمش من فوق ومن جوه، منتهى الطراوة واللذاذة. وألف هنا وشفا. ما تنسوش الاشتراك في القناة.